ناري هاوشني غنطيح، ناري مسخوط الوالد، راه عيد كبير هذا. شوف شوف شنشطو برا ونديرو ليا خويز ورا. الله قطع شي طرف ديال الخبز انا مزوقه والعاده وامي انت ضحكوني هادو. تبارك الله على ميمي. عرسان مزيان كلشي بخير. جمهورنا مرحبا بكم. ها ويلي فار انا حي كلشي خويا حتى الفيران. ما كتقولش شي حاجه زوينه تفرح. شنو هي هذيك اللي كتقولها محمد ملي كتسالي الدقه؟ نقي راه ما تلوحي في ديك ليكوش حيت ما عارفاش ثمنهم، ما عارفاش ثمن ليكوش. ولات تسقر باش تكرهش ترجعها لي 2 مرات. اخويا بس فيا خير الله يا العالي الله. كليت عا حلوه وحده وضربت في البلاطو ما عرفتش كيفاش. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اخويا مالك؟ سلام قولا من رب الرحيم. وداير صاكي في كتافي. فرده ها وفرده لا. يا خويا الفرده الاخرى كي ندير نوقف دايره اهو وانتي تشوفني كي واقفه هاكا. خويا شوفني كي واقفه باش نقاد لك الميم. واش انت شويه لابا خليها نوح. راه عندي فرده ها وفرده لا. ما انا غنوحلو حيد تعاودها بالانجليز اخر مره. ما نكذبش عليك، انا البرنامج كله احاسيس وكله مشاعر، ولكن الموقف اللي دائما لا في السنه الماضيه ولا في هذه السنه اللي كيبقى بصح تاثر فيا هو الوقت ديال الاعلان ديال فوز احدى الامهات بالعمره. هذاك تيكون بالنسبه لي انا موقف كيأثر فيا بزاف. كنشوف رد فعل الازواج، رد فعل الامهات وحتى الام اللي كتفوز في الاخر. فهذا كيكون موقف صعب عليا بزاف صراحه، عشته في السنه اللي فاتت وعشته في هذه السنه هذه. من احب اللحظات الى قلبي هو ديك اللحظه فاش كتعلن الوحده في الامهات كتقول لها عمره زياره الديار المقدسه. عرفتي راه واحد حاجه كبيره، واحد الفرحه. فانا هذه اللحظه كنبغيها بزاف، زياده على لحظه الاعلان على الكوب اللي غادي يفوز.